في الفيديو ده أنا هاقول لك على معلومة بمليون جنيه وهاقولها لك ببلاش عادي، إزاي تجيب أول 100 عميل للbusiness الأونلاين اللي أنت بتعمله. لو أنت لسه بادئ business أونلاين جديد أو لسه بتحضّر أول منتج رقمي تبيعه أونلاين أو حتى كورس أونلاين ليك، فأكتر سؤال بييجي في دماغك هو إزاي أوصل لأول 100 عميل؟ تحس إن الرقم شكله بعيد، بس الحقيقة إن رقم 100 عميل مش حلم لو أنت ماشي بنظام ثابت وبتقدم منفعة وعلم واضحين وvalue كبيرة. تعالَ أقول لك دلوقتي على الخطة اللي أنت هتمشي عليها علشان توصل لأول 100 عميل للbusiness بتاعك. 1 اختار جمهور واضح، مش كل الناس، لكن دَوّر على مين اللي هيستفيد فعلًا وعايز إيه وبيتكلم إزاي، بيدوّر على إيه. كل ما الرسالة التسويقية بتاعتك بتبقى موجهة بدقة، كل ما كان أول 100 عميل بييجوا بسرعة. 2 ادّيهم value أو قيمة مجانية، بس بتستهدف المشكلة المحددة اللي هم بيواجهوها، مثلًا دليل PDF، فيديو مجاني تدريبي، ورشة عمل قصيرة، ملف عملي ممكن يساعدهم. طيب والهدف من كل ده إيه؟ إنك تقول لهم أنا فاهم مشكلتك، ودي الطريقة بتاعتي اللي أنا ممكن أساعدك إنك تحل مشكلتك دي بيها. 3 اجمع بياناتهم وابدأ تدخّلهم في funnel تسويقية واضحة، إيميل ماركتينج، واتساب ماركتينج، جروب على الفيسبوك أو في أي حتة. طيب ليه؟ علشان تقدر تبني علاقة ما بينك وما بينهم، مش بس مجرد إنك أنت بتبيع لهم كل شوية، أنت كده بتبني community حوالين الbrand بتاعك أو المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها. 4 احكِ قصص، الناس بتحب القصص. شارك النتايج اللي أنت وصلت لها مع عُملا سابقين ليك، حاول تفتح حوار بشكل مستمر ما بينك وما بين العُملا المحتملين. ما فيش عميل بيشتري من براند صامت، الناس بتشتري من ناس، بتتكلم معاهم وترد وتحكي وتبني ثقة ما بينهم وما بين بعض. 5 لمّا تقدم العرض بتاعك خلّيه محدد ومغري، قيمة واضحة، نتيجة ملموسة، بونص محترم، call to action قوي، وحاول تستعجلهم من خلال إن العرض بتاعك يبقى مؤقت أو العدد اللي أنت هتقبله محدود. حسب دراسة من موقع ConvertKit بتقول أكتر من 75% من صناع المحتوى اللي باعوا أول 100 منتج ليهم اعتمدوا على بداية بسيطة وعلاقة قوية مع أول دايرة قريبة من الجمهور بتاعهم. قُل لي كده في الكومنتات، هل عندك خطة واضحة لأول 100 عميل للbusiness بتاعك والّا لأ؟ تعالَ نتناقش. السلام عليكم.